نحن ما بدنا مولات ولا بدنا دوّارات، نحن بدنا معركة تحرير، بدّن يعملوا معركة اسمها ردع العدوان. هلّأ هذا الاسم كتير مهم، هو إنه أنت ترد عن نفسك هذا القصف اللي عم بيصير، زائد كان في معلومات وصلت لقيادة الهيئة إنه النظام يُعد لمعركة اجتياح عند يعني عدد من القادة وعدد من الناشطين في المنطقة، إنه قوات النظام اللي مواجهتنا لا سيما فيها الفرقة 30 حرس جمهوري، الفرقة 25 تبع سهيل حسن النمر، فيها قوات حزب الله ويعني بعض الميليشيات المدعومة من إيران. مرحبا. أنا حابب أحكي اليوم كمان عن موضوع بعتبره تأسيسي، باعتبار أنه هاي الحلقة الثانية من هذا البودكاست، وهو موضوع معركة ردع العدوان أو كيف سقط نظام الأسد. طبعا معروف أنه صار في يعني تحليلات ضخمة كتير بهذا الشأن ولقاءات، وعلى اليوتيوب إذا حطيت هذا العنوان يعني رح تلاقي بلاوي. أنا بدي يعني أطرح وجهة نظري اللي هي مجموعة من مراقبة السياق تبع المرحلة كلياتها، ومن شهادات يعني القادة العسكريين اللي شاركوا بالمعركة من طرف المهاجمين، طبعا لأنه نحن ما عندنا شهادات ضباط النظام، لأنه هن هربوا وتشتتوا ويعني الآن مشغولين بتدبير شؤونهم. ما بتخيل إنه صار في شهادات جدية أخذت عن كيف انهارت قطاعهم. هلأ هذا الموضوع أنا ما بدي أحكي فيه من باب التأريخ، هو صار جزء من الماضي. أنا بشوف إنه إحنا لازم نحكي فيه لأنه له أثر سياسي وأبعد من سياسي مستدام، يرتبط ب يعني كيفية قيام نظام الحكم الموجود الآن، ويعني بناء على لحظته التأسيسية أو هدوليك ال11 يوم التأسيسيات بمعركة ردع العدوان. يعني بتختلف النظرة له من وجهات نظر متعددة. يعني هلأ راح أنا أحكي فيهم وأشرحهم، اللي هن نقطتين أساسيات أو طرفين رئيسيات بينظروا لهذا الموضوع بطريقتين أنا شايفهم التنتين غلط. الطرف الأول هو بدي أسميه سياسوي. هو مكون من ناس كانوا قد ملوا متابعة الشؤون السورية الداخلية، ملوا من متابعة الشمال السوري، اعتبروا انه فيه قاعدة وفصائل وناس بتقتل بعضها وانه الثورة يعني هزمت او يعني قاب قوسين او ادنى، فما عاد مهم متابعتها، وصار مؤلم معرفة الأخبار التفصيلية اللي عم بتصير، وفي مأساة إنسانية هناك، وخلص ما عاد يتابعوا. ولما صارت المعركة وفوجئوا فيها كما فوجئ الجميع، آه، وهن هدول الناس ممكن يكونوا بيهتموا أكثر يعني ما يسمونه التحليل السياسي، فأذهانهم راحت نحو فكرة إنه في استلام وتسليم بناء على صفقة دولية. شافت إنه خلص الأسد خلص وقته، انتهى دوره كذا، بدال الأسد جيب الشرع، بدنا نسلم البلد من هذا التيار لهذا التيار. آه، هاي وجهة نظر أنا يعني ريد أقول إنه هي غلط طبعا. يعني بس نحكي يعني عدد من التفاصيل بعد شوي. الوجهة النظر الثانية معاكسة ويتبناها
يعني عدد الحقيقة من قيادات هيئة تحرير الشام وليس الجميع. بتقول إنه هنّن يعني كانوا عرفانين إيش عم بيعملوا 100%. المعركة كان مخطط إلها بدقة، ومجهز إلها عسكريا، ومجهز إلها بكوادر مدنية تستلم البلد. وبالتالي الحكم الحالي مؤهل تماما للمكان اللي وصل إله، لأنه كان محضر كل شيء طبعا عسكريا، يعني هلا بنحكي فيها، وإنه كمان إنه هو كان محضر مدنيا وسياسيا وكوادر عبر تجربة حكومة الإنقاذ اللي كانت بإدلب، عبر جامعة إدلب وجامعات أخرى موجودة بالشمال وخريجين وكذا، أنه كانت موضوع يعني المعركة هو تحرير سوريا، والجاهزية كانت يعني شبه كاملة خلينا نقول. فبالتالي شرعية هذه السلطة يعني مو بس يعني الشرعية التحريرية أو الشرعية الجهادية أو الثورية، لا حتى شرعية البديل هن يحوزوها بالمعنى الكوادر وبالمعنى البيروقراطي الكلمة. وكمان هاي النظرة أنا برأيي غلط، وهي يعني نظرة أنشئت لاحقا بأثر رجعي من أجل يعني دعم موقف الذين استلموا الحكم في دمشق. لذلك أنا شايف أنه هذا الموضوع مهم ولازم نحكي فيه، مو بس مشان نقول معلومات أو نحكي تاريخ. هلأ لنحكي الحكاية من البداية مثل ما بيقولوا، آه لازم نرجع لتاريخ 2019 و2020. 2019 عملت قوات النظام مدعومة طبعا بحلفائه حملة ضخمة على المناطق المحررة، وأخذت مساحات شاسعة ومدن مهمة من حاضنة الثورة بشمال حما وفي جنوب إدلب. هاي الحملة استمرت أشهر، ويعني كل محاولات الفصائل اللي منها هي تحرير الشام، فصائل أخرى محلية وغيرها، كل محاولاتها للوقوف في وجه الحملة ما نجحت. النتيجة كانت خسارة هاي المناطق الكبيرة، عدد ضخم من القرى، وتهجير أهلها، لأنه معظم سكان هذه المناطق ما رضيوا أنه يبقوا ببيوتهم ويعني يرجعوا لتحت حكم النظام، فنزحوا شمالا باتجاه إدلب وما حولها، وقسم منيح منهم سكن بالمخيمات. فنشأت عنا حالة سكانية صعبة، يعني بالمنطقة اللي كانت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام كان في عدد يتراوح بين 4 إلى 5 مليون إنسان بمساحة صغيرة، بيناتهم حوالي 1 مليون يسكنون في المخيمات، وقسم منيح منهم من يعني نازحي هاي الحملة. هذا على مستوى الإنساني والاجتماعي، وبالتالي طبعا الخدمات وفرص العمل وغلاء الأسعار ويعني أشياء كثيرة. على المستوى العسكري كانت الهزيمة قاسية على الفصائل جميعا. أه وصار في بعدها اجتماعات ومراجعات أنه نحن يعني كيف حدث ذلك، وكيف يعني لا يتكرر، لأنه وقفت الحملة بهدنة روسية تركية، يعني لم تقف بفعل مقاومة الفصائل. فبالتالي إذا كان النظام قرر يكسر الهدنة لسبب أو لآخر، أو تغيرت المعادلات السياسية، فممكن يعني المعاقل الأخيرة اللي هي أصلا صارت مكتظة ممكن كمان انه يصير عليها اجتياح، وهذا كلفته الإنسانية كتير عالية،
وكلفته السياسية كمان إذا كان يعني ما بقي مناطق للثورة، فيعني كمان يعني هي يعني كارثة سياسية وثورية كبيرة فصار التفكير بأنه كيف نحصن المناطق المتبقية من أي انقلاب قد يعمله النظام على الهدنة. وانشغلت الفصائل هلا هن يعني صاروا يفكروا انه يعني عدم تنسيق جهودهم بشكل كافي واحد من اسباب الهزيمة. يعني عملوا غرف عمليات، صار يحاولوا يكونوا فيها منظمين بالعمل ودقيقين بالأعداد والإمكانات وتقاسم المهام. انشغلوا أساسا بالتحصين، آه، يعني الدشم، طرق الإمداد، الأنفاق، خنادق، من أجل أنه إذا كانت اندلعت معركة بادر بها النظام، كانت هاي الفكرة يعني يقدروا هن أنه يصدوها. أخذ هذا الإعداد الدفاعي فترة، يعني خلينا نقول تقريبا 3 سنوات، حتى اعتقد القادة العسكريين الموجودين بالمنطقة أنه صار يعني ضامن، صار بيقدروا يرتاحوا له. فهون بلش التفكير أنه طيب هل نستطيع أن نبادر بعملية هجومية؟ لأنه النازحين كلهم طبعا، ولكن النازحين جدد أكثر، نازحي الحملة كانوا دائما عم يضغطوا باتجاه انه بدنا نرجع على بيوتنا، بدنا نرجع على اراضينا، على ضيعنا، على ارزاقنا، وانتم مسؤولين. يعني انتم اصلا اللي خسرتوا هاي المعركة. هلا كلمة خسرتوا المعركة الحقيقة كانت كلمة يعني مهذبة، يعني كان عدد قليل من الناس اللي يقولها، بينما نتيجة الغضب والمشاعر والانفعالات والأخبار غير الدقيقة والمبالغات، يعني قسم كبير من الناس كان يقول إنه أنتم بعتوا الأراضي، بعتوا المنطقة، عملتوا صفقة مع النظام بهذا الشكل أو ذاك. فصار في تشكيك عالي بشرعية هيئة تحرير الشام بالدرجة الأولى. وكان يعني سمعتها في ذلك الوقت بالسنة الأخيرة قبل المعركة، يعني سمعتها في أضعف أوضاع. كان يقال انه هي الهيئة يعني يا اما باعت المناطق، يا اما من اجل حفاظها على قواها خلت فصائل اخرى تقاتل قتال فدائي ودموي، ويعني حتى اخر رمق، وانما هي شاركت مشاركات غير كافية مما ادى الى الهزيمة. وصار ينحكى كتير. وبوقتها يعني هذيك الفترة كان يعني قائد الهيئة معروف باسم محمد الجولاني، فكان يقال انه انت مجهول النسب، منين اجيتنا، انت عميل لإيران، انت عميل لكذا، انت عميل لكذا. فكان الوضع فيه ضغط شعبي وشعبوي كبير على الفصائل العسكرية وعلى الهيئة تحديدا. هاي سياق امتد من الحملة حتى تقريبا 2023. السياق الأقرب هو سياق سنة قبل المعركة، آه، اللي هو يعني الوقت اللي اتخذ فيه القرار انه نحن ممكن نعمل معركة هجومية، وخلينا نعد لها ونتجهز. آه، يعني بمعنى تقريبا سنة 2024 كلياتها. هلأ هون اللي كان عم بيصير انه شرعية هيئة تحرير الشام في حكم المنطقة كانت قد اهتزت بعنف نتيجة قضية العملاء، اللي هلأ ما رح نقدر نفصل فيها، بس انه هن اعتقلوا عدد كبير من قادتهم العسكريين بتهمة العمالة، وتعذبوا بالسجون، وبعدين طلعوا، وبعدين قالوا هدول أبرياء، وإنه في تجاوزات أمنية صارت بحقهم، وإنه يعني القضية صار فيها مبالغات وهيك. هلا هاي القضية ولدت
على الأرضية اللي حكيناها من شوي من التذمر، ولدت مظاهرات ضد الهيئة وتشكيك أكبر بشرعية قيادتها وجهازها الأمني وموثوقيته بجناح العسكري، اللي يعني قيل إنه فيه هذا العدد من العملاء، يعني بضع مئات يعني، أو إنه لأ طلعوا أبرياء وهيك. فصار في مأزق يعني مضاعف بشرعية الهيئة، ومصحوب دائما بدعوة الشارع إلى فتح الجبهات. هلأ من المعروف إنه هيئة تحرير الشام يلي عملته بالسيطرة على هاي المناطق إنه هي ضبطت إيقاع السلم والحرب مثل ما بيقولوا. وهذا مثلا واحد من العناصر الأساسية اللي كانت تحكي فيها مع الغرب وممثلي الدول، انه نحن نضبط ايقاع الجهاديين انه يفتحوا معارك ولا لا يعني. فالهيئة يعني بالفصائل يلي هي متحالفة معهم او اللي مسيطرة عليهم او اللي مكبلتهم، كانت تمتلك قرار فتح معركة مع النظام او لا. فكان في آه، مطالبة شعبية واسعة ودائمة انه انتم لحتى تثبتوا عدم خيانتكم، يعني انه حكينا انه الكلام بالخيانة كان بوقتها رائج يعني، وهو يعني اكيد تهم مبالغ فيها يعني بتقديري، بس كان موجود على نطاق واسع. فانتم لحتى تثبتوا انه انتم مجاهدين او اي شيء او ثوار او كذا او هيك، ليش ما عم تفتحوا معركة مع النظام؟ نحن بدنا نرجع على بيوتنا، بدنا المناطق اللي خسرتوها لازم تستعاد، لازم نرجع لأرزاقنا. عم توصلنا أخبار، عم توصلنا صور. طبعا قوات النظام في ذلك الوقت في هذيك المناطق كانت يعني عم ترتكب يعني ما هو معهود عنها من سرقات، وحتى يعني تهدم بعض الجدران أو الأسقف عشان تأخذ الحديد وتستولي على المحاصيل تبعت أو تعهدها للناس تبع الأراضي الزراعية اللي هنيك. فيعني الناس بدها ترجع لبيوتها، فكان في مطالبة دائمة بفتح الجبهات واتهام للهيئة بالتخاذل وبالإخلاد إلى الأرض التي سيطرت عليها الصغيرة، وأنه تعمر فيها مولات وتفتح فيها بعض الشوارع أو دوارات أو كذا. صارت هاي النقاط يعني محط انتقاد شديد، أنه نحن ما بدنا مولات ولا بدنا دوارات، نحن بدنا معركة تحرير. فهذا كان واحد من العناصر الضاغطة الأساسية بالسياق هذاك تبع هذيك الأشهر. ثم تصاعد عندما النظام كثف قصفه على المناطق المجاورة لخطوط الرباط، اللي هي جبل الزاوية وأطراف من مدينة إدلب نفسها يعني. فبالفترة الأخيرة قبل معركة ردع العدوان كان بشكل مستمر يعني شبه يومي يصير في قصف هاي المناطق وضحايا، وصار في نزوع جديد من هاي المناطق باتجاه يعني للداخل أكثر، مما سبب كمان يعني زيادة بصعوبة الوضع الإنساني لهدول النازحين. والناس يعني ضجرت تماما انه انتم يعني حتى ما قادرين على الدفاع عننا. هلا بهذاك الوقت كانت الهيئة والفصائل تعمل بعض العمليات باتجاه مناطق النظام، اللي بيسموها عمليات انغماسية، اللي هي بيروح فيها المقاتل على مهمة احتمال يرجع منها واحتمال ما يرجع خلف خطوط العدو. فإنه كانت تعمل بعض العمليات، ولكن عمليات كانت صغيرة، إنه يفوتوا على نقطة صغيرة يلاقوا فيها عسكريين ثلاثة، يمسكوهم ويعني يصوروا هيك سلاحهم ووضعهم وأكلهم والمحرس اللي هن فيه. فكانت بائسة، لا تشفي غليل الناس اللي عم تتعرض للقصف اللي حكيناه من شوي.
فكان في إلحاح شديد على إنه بدنا فتح جبهات. لذلك آه، تنامى ونضج عند القيادات في ذلك الوقت انهم بدهم يعملوا معركة اسمها ردع العدوان. هلا هذا الاسم كثير مهم انه ما يغيب عن بالنا، لانه ردع العدوان هي معركة صح انت بتفتحها بمعنى انه عسكريا هي هجومية، ولكن هدفها اللي انت معلنه بالعنوان هو انه انت ترد عن نفسك هذا القصف اللي عم بيصير. زائد كان في معلومات وصلت لقيادة الهيئة انه النظام يعد لمعركة اجتياح لإدلب والمناطق اللي تحت سيطرته. هلا هاي المعلومة بالأخير طلعت غلط، بس في ذلك الوقت كانت موجودة، وكان أحيانا النظام فعلا علنا يصور أرتال ويتوعد وإدلب مقبرتكم الأخيرة وكذا وهيك يعني. فاتخذ قرار أنه يعني ممكن نحن نعمل معركة هجومية من أجل ردع العدوان، يعني من أجل الوصول إلى المرابط المدفعية يلي عم تقصف والسيطرة عليها وإخمادها، مشان ما تم المناطق اللي تحت سيطرتنا جزء منها مهدد وأهله عم ينزحوا وأهله عم ينقتلوا أصلا يعني. فتم اتخاذ قرار المعركة. هلا هون في الكثيرين من اللي أنا سميتهم سياسويين يفترضون أنه القرار هذا اتخذ بتوافق دولي أو إقليمي. الحقيقة المعلومات الجدية بتقول أنه لا، أنه حتى توافق داخلي عليه ما كان فيه. كانت الفكرة في ذلك الوقت عند يعني عدد من القادة وعدد من الناشطين في المنطقة أنه قوات النظام اللي مواجهتنا، لا سيما في الفرقة 30 حرس جمهوري، الفرقة 25 تبع سهيل حسن النمر، فيها قوات حزب الله ويعني بعض الميليشيات المدعومة من إيران، وفي عندك قوات أخرى من جيش النظام الأسدي، زائد عندك الدعم الجوي الروسي. فكان الكثيرين يرون أن هاي القوات هي يعني أشد وأمكن من قواتنا. لذلك نحن إذا فتحنا معركة ونحن الذين بادرنا بخرق كبير للهدنة بهذا الشكل، يعني مو قصف متبادل، فيعني يصبح النظام والضامن تبعه روسيا في حل بين قوسين من العهود أو الهدنة، وممكن يستغلوا الفرصة هذاك الوقت لاجتياح مناطقنا ويكربسونا فوق بعضنا فوق ما أننا مكربسين بالمخيمات. هاي وجهة النظر لم تكن قليلة، كانت موجودة عند حتى بعض قيادات الهيئة وبعض الأسماء البارزة جدا الآن المطروحة بالساحة، كانوا يشوفوا هيك ويقولوا إنه لازم ما نفتح المعركة. الحقيقة الداعم الرئيسي لفكرة فتح المعركة هو كان أبو محمد الجولاني. هلا في ناس بيعتبروها هلا انه يعني بالنسبة له ميزة انه كان عنده رؤية معينة او اوكي ممكن، بس موضوعيا هو اللي كان مصر على فتح المعركة، وهو كان يقول انه التجهيزات اللي انعملت على مستوى تدريب العناصر، على مستوى اعداد يعني اسلحة مصنعة محليا، من المسيرات اللي طلعت بعدين بكتائب الشاهين، ومن السيارات المدرعة، ومن الراجمات، انه يعني هذا الاعداد صار كافي نفتح معركة. والحقيقة يعني الاكثر كان ضد رأيه، واقليميا ما كان حدا داعم للمعركة او موافق عليها، ولكن هو اتخذ القرار وتحمل مسؤوليته، وبدأت معركة ردع العدوان. هلا كمان بتفكير الناس اللي أنا سميتهم سياسويين،
كمان في ملاحظة كانت تتكرر، إنه بالليلة نفسها اللي صار فيها توقيع الهدنة بين إسرائيل وحزب الله بلبنان بدأت المعركة. الحقيقة هي كانت صدفة، لأنه كان مقرر لمعركة ردع العدوان أن تبدأ قبل ذلك بأسبوع، ولكن اكتشف في بعض الأخطاء بإعداد بعض التجهيزات، فيعني تأجلت الأمور كما يحدث في أي معركة، وخاصة لا يقودها جيش نظامي يعني عريق وعتيق، يعني بتصير مفاجآت اللحظة الأخيرة. ف صار قرار بدء المعركة اللي كان يعني نقطة الصفر تبعيتها مثل ما حكيت هي قبل أسبوع، وحدد المحور الأساسي اللي راح تدخل منه، اللي هو منطقة الشيخ عقيل بريف حلب. وكان في رأي المهاجمين يعني القيادات طبعا، في رأيهم إنه نحن الآن بدنا نشتغل على ريف حلب، ويعني ما نستطيع فعله هو يعني في حده الأقصى السيطرة على ريف حلب، والوصول إلى تخوم مدينة حلب بخلال مدة قد تصل إلى 6 أشهر. وإن حصل ذلك، فالخطوة الثانية من المعركة، يعني طبعا تكون في ذهنهم في ذلك الوقت أنه هي خطوة متفائلة، أنه هداك الوقت نفتح معركة حلب. اللي صار كان مفاجئ للجميع، وهذا كمان أنا يعني مصر عليه، مفاجئ للجميع المهاجمين والمدافعين وحلفاء الطرفين، اللي هو انهيارات يعني سريعة جدا في قوات النظام. هلا هذا تحليله عسكريا بده لسه كتير وقت، وبده مثل ما حكيت بالبداية شهادات من ضباط النظام لحتى نعرف ما الذي حدث. ولكن العنصر الأساسي في نجاح المعركة هو انهيار العدو. العنصر الثاني ممكن أنه كان في إعداد أفضل من السابق عند المهاجمين. كان في محاولات خداع، يعني ما سلكوا نفس الجبهات اللي هن معتادين انهم يركزوا عليها. عملوها جبهات اشغال وراحوا على جبهات اخرى. يعني القطعة اللي كانت تعند امامهم مثل فوش 46 كانوا يلتفوا عليها ويكملوا. بعد فترة هاي القطعة المعندة، يعني بعد ساعات، القطعة المعندة تشوف حالها متجاوزة، يعني مطوقة من أمام ومن خلف، بعد شوي تستسلم. فكان في عمل سريع ولا يهدف إلى المواجهة بقدر ما يهدف إلى السيطرة، يعني وتطوير المعركة باتجاه مساحات متقدمة أكثر، ويعني أخذ العدو بالرعب. وهذا نجح. لما أخذت يعني غرفة إدارة العمليات العسكرية في ذلك الوقت، اللي هي على برئاستها يعني هيئة تحرير الشام، أخذت مناطق كبيرة من ريف حلب. فصار إنه ما ضروري أبدا إن إحنا نستنى الخطة، يعني إذا كان يعني الله قد فتح علينا. والحقيقة هذا الشيء حكوه كثير من القادة اللي هن يعني كانوا أقرب إلى الصدق من غيرهم، يلي قال لا كنا مخططين ونحن جاهزين ونحن هيك يعني، ونحن عبقريين عسكريا ونحن فقال ما دام الله قد فتح علينا فنكمل يعني. فكملوا باتجاه حلب، اتجاه مدينة حلب. هلا هون يعني صار بالإضافة إلى الميزات السابقة اللي كانوا ممتلكينها، هون صار في نقطة إضافية كمان أحيانا عم يعولوا عليها كتير. هلا هي مؤثرة، ولكن تخيل مو للدرجة اللي كتير يعني صايرة تنحكى، اللي هن إنه كان في يعني عدد من الانغماسيين العصائب الحمراء دخلوا على غرفة عمليات وقدروا يفجروها ويقتلوا بالتالي الناس اللي فيها، وهن كمان استشهدوا. هذا كان بالتعاون مع ميليشيا
مرتبطة بالنظام اللي هي لواء الباقر. والحقيقة يعني إنه لما عم ينحكى كتير إنه نحن آه، هلأ مضطرين نتساهل مع كتير ناس لأنه ساعدونا بالمعركة وكذا، أظن فيه كثير من المبالغات. الثابت الجدي الأكثر جدية فيها هي العملية، هي الخدمة اللي قدمها لواء الباقر بأنه دخل هدول العناصر أصلا على حلب ثم انطلقوا إلى بهمتون. هلا أكيد كانت مهمة مؤثرة، بس كمان برأيي في مبالغة بتقديرها، لأنه أصلا الانهيارات كانت عم تصير قبل هاي المعركة وصارت بعدها، وصارت بحما وصارت بحمص. فبالتالي الأسباب انه يكون جيش النظام منخور الى هذه الدرجة اكبر من انه انت بنقطة موضعية ما ضربت له غرفة عمليات. يلي صار انه تمت السيطرة على حلب. آه، صار في تفكير بإدارة حلب، انتقلت حكومة الإنقاذ إلى هناك. حاولوا يعطوا فيها مثال على أنه هن يعني ليسوا جيش من الغزاة، إنما يعني جيش يحاول الحفاظ على المؤسسات ويحترم الأقليات، خاصة المستغلين وجود المسيحيين بحلب. وبنفس الوقت يعني بتفكير سريع صار في إنه ما دام الطريق مفتوح كمل يعني. رغم انه لم يكن ضمن المخطط، فكمل على حماة. طبعا هلا عسكري انا ما راح ادخل بهي الشغلات. يعني صار في شوية استعصاء بحماة عند جبل زين العابدين، التفوا عليه دخلوا على حماة، كمل الى حمص. وصلوا الى حمص كمان صار في الدخول الى من غير ال يعني الجبهات المعتادة او الطريق المعتاد اللي هو يعني شمال حمص. هلأ بهذا التوقيت صار في تدخل أو تفكير أو تغطية أو صار في سياسة إقليمية تجاه المعركة بهذا التوقيت. يعني كل الناس كانت عم تلاحظ، وطبعا نحن هلأ هون نقصد السياسيين في الخارج، كانوا بيلاحظوا أنه يبدو أنه نظام الأسد متعفن إلى درجة أنه خلص يعني صار على وشك الموت. ففي ذلك الوقت صار في تدخل إقليمي، يعني بمعنى من معركة حماة إلى ما بعد انتهاء معركة حمص صار في تغطية إقليمية. صار في لقاء عمله الشيباني مع الروس من أجل تحييدهم. وبوقتها تعهدت فيه الهيئة انه يعني بالحفاظ على المصالح الروسية بسوريا، انه انتم يعني بدكم حافظ اسد، بدكم بشار الاسد ولا بدكم مصالحكم بالبلد. فالروس اصلا يعني صار معروف الان انه ما بيحبوا بشار الاسد، يعني ومتذمرين منه من كذا شغله. وقبل بايام كان رايح على موسكو بوتين، ناقعه 3 4 ايام لحتى شافه، ما قدم له مساعده وهيك. بس لحد هذاك الوقت من المعركة كان الطيران الروسي عم يتدخل. نعرف انه هو قصف بحلب، قصف بإدلب، قصف على اطراف حمص، قصف بالرستن. فما كان محيد تماما الدور الروسي. حيد بهذه الفترة، وكان تحييده مهم جدا لأنه هن المؤثرين جويا، إضافة طبعا لطيران النظام، زائد أنه هن المؤثرين بنقل قوات المرتبطة بإيران. وبهذا الوقت كمان يعني في دول أخرى حذرت القوات العراقية المرتبطة بإيران من عبور الحدود لإنقاذ النظام. وصار في تفكير، وخاصة بعد السيطرة على حمص، لا انه هذا النظام يتهاوى، لانه اثناء معركة حمص وبعدها كانت قد انتفضت يعني الجنوب السوري انتفضت فيه مدن وبلدات وقرى، والقلمون وأرياف دمشق وأجزاء من الغوطة كانت يعني فصائل محلية بقاياها، الناس اللي عملوا مصالحات مضطرين، زائد المؤازرات اللي اجتهم، لأنه في ناس
من هاي المناطق من القوات القادمة من الشمال يعني لم تتوقف عند معركة حمص ولم تنتظر نتيجتها، إنما تابعت من أجل تحرير قراها وبلداتها ومدنها في الجنوب السوري. فأثناء معركة حمص وبعد انهيار النظام في حمص كان بوادر انهياره في محيط دمشق وقربة ودرعا والسويدة كانت كتير ملحوظة، وهو اللي أدى أنه حتى هدول الناس اللي هن بغرفة عمليات الجنوب أو بغرفة فتح دمشق اللي هن يدخلوا دمشق قبل ما يوصل لها القوات المهاجمة القادمة من الشمال أصلا، اللي كانت بتستنى أنه تخلص معركة حمص ثم تكمل من حمص على الشام. فسقط النظام وهرب بشار الأسد قبل وصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق. ولكن يعني باعتبار أنه هي اللي كانت عاملة في ذلك الوقت، نحن ما نقول بدائيا أو مبدئيا أو سابقا، في ذلك الوقت كانت عاملة التغطية السياسية للمعركة. فيعني كانت هي المعتمدة، وخاصة أنه هي قالت أنه أنا عندي تجربة حكومة وعندي تجربة ضبط للناس وعندي أمن عام شفتوه بحلب من يومين ثلاثة أربعة، كيف لم يتعدى على الناس وكيف كذا. فيعني مشيت الأمور باتجاه أنه سياسيا تعتبر هيئة تحرير الشام بحلتها الجديدة طبعا، يعني أحمد الشرع بدل جولاني، و أسعد الشيباني طبعا اللي كان له دور كتير أساسي في تلك المرحلة على صعيد هاي اللقاءات الدبلوماسية مع الدول. فبهذا الوقت صار في اعتماد لسلطة هيئة تحرير الشام والسلطة المدنية المرتبطة فيها اللي هي حكومة الإنقاذ بوصفة بديل لبشار الأسد، لأنه هي البديل الوحيد الجاهز. فأنا اللي بقصد أقوله من هذا الاستعراض أنه اللي صار هو أمر واقع، وجدوا الجميع أنفسهم أمامه، بما فيهم هيئة تحرير الشام وقيادته طبعا، بما فيهم النظام البائد وبشار المخلوع، بما فيهم الدول الإقليمية والعربية وكل دول العالم، وخاصة طبعا الدول المعنية بالملف السوري. فنحن يعني لحتى نفكر في هذا التغيير والأرضية التي يقف عليها، أنا برأيي لازم نفهم يعني اللي صار بهذيك المرحلة، واللي أنا يعني اختصرته بالدقائق الماضية. وطبعا في تفاصيل ممكن تتضح بالمستقبل، بس بتخيل انه هي تفاصيل ما راح تغير جزء مهم بالصورة، انما ممكن توضح اكثر عسكريا او محليا بهي المنطقة او تلك، يعني كيف جرت الامور.